السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله يا رب الكل يكون بخير وصحة وعافية، آمين يا رب العالمين. اليوم قصتنا عن الأم الصابرة اللي اتوفى ابنها بعز شبابه، اللي الأم علمت الناس والحارة والحتة كلها الصبر كيف الواحد يتعامل مع الصبر حتى لو توفى عنده أعز الناس، بس ما قدرت تتحمل إنه ابنها يموت. الأم هاي كانت حاجة ضريرة، كانت تشوف بقلبها، كانت تشوف وتحس بكل اللي حواليها، وكل شبر بالبيت حفظة بالملي. كانت هاي الأم حاسة بشيء في غصة بقلبها. كانت ماشية بالممرات، إلا في ابنها واقف بيحكي لها وين رايحة يا جدة. قالت له أنا رايح أشوف أبوك. أبوك ابني حبيبي بيقول لي إنه رجلي بتوجعني يا أمي، رجلي بتوجعني ومش قادر أتحمل الوجع اللي برجلي. قالها يا أمي يا تيتا، أبويا الله يرحمه قاعدين يغسلوا فيه بالغرفة اللي قدامك هاي، الله يرحمه إن شاء الله إنه ربنا يصبر قلبك. صارت تلط على وجهها، تلطم على وجهها، تقول لا ابني والله من 5 دقايق كان يحكي لي أجانب الحلم، قال يا أمي رجلي بتوجعني، رجلي مش قادرة أتحمل الوجع اللي بيها. حكوا إنه يمكن هذا عشان إنه هي مش قادرة تشوفه، مش قادرة تودعه. آه، منعوها إنها تدخل غرفة الغسل عشان تودعه. فات محمود وابن الحاج محمد علشان يغسلوه مع المغسل. المغسل هاد كان اسمه برعي. المغسل هاد كان يغسل بالأبو ويحمم فيه، وصار يبكي. محمد قال له برعي لو سمحت يا محمود خد ابن عمك وطلعه برا، بلاش يقعد يحرق بأبوه وهو لسه متوفي. الموت البكاء عند الميت حرام، بتحرق له قلبه، لازم نحممه من غير ما بكاء. قال محمد أنا مستحيل أخرج من هون، أنا بدي أشوف غسل أبوي، بدي أقف عند راسه. صرخ بيه المغسل، قال له هسه بدك تطلع برا، مش لازم تضل ولا دقيقة هون. أخده محمود وطلع برا غصبت عنه، وقال له أنا حاس بيك يا ابن عمي، وأبوي كان ميت قبل أبوك وحاس بكل اللي أنت حاس بيه هسه. المهم خلص الغسل، كفنوا وراحوا قبل صلاة الظهر عند الجامع وصلوا عليه مشوا على المقبرة. وتاني يوم العزاء وتالت يوم انه لسه يا حسرتي هاي الام بتشوف ضناها وهي بتبكي وهو ببكي من الوجع. صار له ليلتين بالقبر وهو لسه بيتألم من الوجع ومش قادر لا يشكي ولا يحكي. يا أمي أنا موجوع، يا أمي رجلي مش قادر أتحمل وجعها. محمود أخذ محمد وصار يمشوا بالزرع، صار يمشي علشان يهون عليه شوية. قال له جدتي هيك هيك بتشوف أبوي كل يوم بتتوجع، شكلها كبرت ومش قادرة تحس إنه أبوي مات، مش قادرة تحس إنه أبوي مات، مش قادرة تستحمل وتصدق هذا الحكي. قال له والله يا محمد أنا بدي أخفف عليك، بس أنا حاس إنه جدتك عندها حق. أنا كل يوم كنت أشوف أبويا بعد ما مات أكتر من شهر هو بيتألم من نفس الرجل، بيقول الحقوني رجلي بتوجعني، الحقوني مش قادر أتحمل وجع رجلي. حكى إنه يمكن نفس الحلم بيجي عند محمود وبيجي عند جدتهم. روح محمد على البيت، قال خليني أطمن على جدتي، أشوفها وأطمن عليها شوية. كيف حالك يا ستي؟ إن شاء الله بخير. أهلا يا ابني، أهلا يا حبيبي، اقعد اتفضل. يا حبيبي والله بشوف أبوك هيك هيك، ريحوه بقبره، اطلعوا عنه، اعملوا له زكاة، اعملوا له صدقة، أي إشي عشان يرتاح. قال تصدقي يا أمي، تصدقي يا أمي إنه محمود كمان بيحكي إنه حلم نفس الحلم، إنه بشوف أبوه بتوجع من نفس الرجل. أبوه ما بينام الليل، هو بيصيح الحقوني رجلي راحت، رجلي راحت. قالت بسرعة يا محمد اركض وجيب لي محمود هسه بدي أشوفه بهيدا التوقيت. قالها يا ستي الوقت اتأخر، خليها لبكرة. قالت له والله ما بنام إلا عبين ما أحكي مع محمود. راح محمد واتصل بمحمود، قال له هلأ جدتي بدها إياك، بدها تحكي معك ضروري.
وأجا محمود بسرعة وقعد عند الست وقالت له: أنت شو حلمت؟ احكي لي بالتفصيل الممل. قالها: يا أمي، من أول ما مات أبويا المغسل اللي اسمه برعي طلعني من من غرفة اللي بيها الغسل. قال: أنا راح أغسلها لوحدي زي ما عمل مع محمد وخلاه يطلع من الغرفة. خلاه يطلع من الغرفة علشان يغسله هو لحاله. قال: ليش؟ أنا بنبكي. المهم قالت له: شو مال أبوك؟ قال لها: أبويا من ساعة ما مات أكتر من شهر وهو يجيني بالحلم ويقول: والله رجلي بتوجعني، الحقني يا محمود، رجلي بتوجعني. نفس اللي صار معاكي. محمد حكالي إنه هيك حلمك. قلت له: والله نفس الحلم. قالت: خدوني على المقبرة، بدي أشوف ابني وأطمن عليه. أخدوها على المقبرة، أو لا، ما أخدوها، قالوا لها: أنتي ضلي هون، ووعد منا، والله وعد رجال، هلأ بدنا نروح على المقبرة ونشوف أبوي شو فيه، وشوف أبو محمود كمان وإحنا ماشيين. المهم راح محمد ومحمود على القبر وفتحوا قبر أبوه، ودخل عند القبر، صار يحسس على أبوه ما فيهوش أي إشي. قال: خلينا نشوف رجله اللي بتوجعه بسرعة قبل لا يطلع النهار ويفضحونا. تكشفوا عن رجله، لقوا إصبع رجله اليمين مقطوعة. آخر إصبع الخامس هاد كان مقطوع ومتاخد. راحوا على قبر أبو محمود ولقوا فعلا إصبعه، مع إنه هيكل عظمي، بس لقوا إصبعه الأخير مقطوع. رجعوا على التيتا ورجعوا على البلد، صاروا يصيحوا وأخذوا بعضهم بلد أهل محمود وأهل محمد، راحوا يركضوا وين؟ على الشيخ برعي الغسال، غسال الأموات. راحوا لعنده ونزلوا فيه خبط وين الجنب اللي يوجعك، وضلوا يضربوا بيه عبين ما اعترف انه خدام عند واحد ساحر. والساحر هاد بيطلب منه انه ياخد اخر صباع من رجل المتوفي اللي بكون لسه سخن، وياخد هذا الصباع ويعمل عليه السحر، والسحر هاد ما بيخيب ابدا. وهذا السحر علشان اللي مربوط ينفك، واللي بدها جوزها يصير مرة إلها يصير، واللي كل هاد من وراء إصبع رجل المتوفي حالا. هاي الجريمة اللي لازم يتعاقب عليها. أخذوه على الشرطة، وأخذوا الساحر وسلموهم الاثنين للشرطة. صار كل واحد من أهل البلد يروح ويطمن على أبوه وأمه، ويلاقوا آخر إصبع على أبوه وأخوه، ويلاقوا آخر إصبع منهم مقطوع. كل هاد علشان السحر والشعوذة. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. آه شيخ ومغسل أموات، وطلع خدام لمشعوذ وساحر. شو عقوبته؟ عقوبته انسجن، والله لا يرده إن شاء الله بيعفن بالسجن. هاي كانت قصتنا لليوم. ورجع الحق لأصحابه وأخذوا حقهم، وارتاح الأبو وبطل يجي لأمه بالمنام، ونام وارتاح بنومته بعد ما أخذ حقه من هذا المشعوذ والغسيل، غسال الأموات. بشر الصابرين، اللهم بشر الصابرين. هاي كانت قصتنا لليوم. صلوا على النبي كثير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت معكم ريتا جمال، بحبكم بالله. لا تنسوني من دعوة حلوة منكم، الله يفرجها علينا وعليكم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.